الصيف دايما بيحب الحلويات تكون سهلة ومكونات بسيطة وترطب وتبرد على القلب ومن غير أي وقت ولا مجهود، في نفس الوقت راقية وسكرها جدا مظبوط. تقدروا تقدموها لضيوفكم وحبايبكم، ومن كتر ما هي هتعجبكم مش هتبطلوا أبدا تعملوها. تعالوا بقى اقول لكم على طبقات اللذاذه دي عملتها ازاي ومكوناتها ايه. اول حاجه انا محتاجه باكيت جيلي، ممكن يبقوا باكيتين 3 والوانات مختلفه واطعم مختلفه حسب ما تحبوا انتوا الالوانات بتاعتكم. لكل باكيت جيلي نص كوبايه ميه مغليه هدوب فيها الجيلي كويس جدا، وبعدين هنزل بكوبايه من الميه البارده. والجيلي عموما لازم نكون عاملينه قبل بفتره عشان يلحق يدخل التلاجة ويمسك نفسه كويس. حله على النار هضيف فيها 3 معالق كبار مليانين من الشعريه، عليهم معلقه سمنه بلدي بس عشان احمر فيها الشعريه، وممكن تبقى زيت وممكن تحمروها في الاير فراير لو حابين. لكل 3 معالق كبار شعريه نص لتر من الحليب، يعني كوبايتين كبار. سعه الكوبايه 250 مللي. وهدوب دلوقتي معلقه كبيره مليانه من بودره الكاستر في شويه حليب صغيرين خالص، وهخليهم جاهزين كده واحطهم جنبي. في الوقت ده انا سايبه الشعريه تستوي في الحليب كويس جدا، وهضيف بس معلقه كبيره من السكر، تقدروا تضيفوها عسل ابيض لو حابين. واول ما اتاكد ان الشعريه استوت كويس قوي في الحليب هضيف معلقه الكاستر اللي احنا لسه مدوبينها، وعلى نار هاديه هاخدها تقلبتين 3 كده لحد ما الاقي القوام بدا يمسك نفسه شويه ويتقل حاجه بسيطه. والقوام اللي انتوا شايفينه ده هو القوام المطلوب. خلاص بقى هطفي النار بتاعتي وارفعها من عليها واسيبها تبرد على جنب. فواكه الصيف بقى وجمالها، اي انواع فاكهه متاحه عندنا ومتوفره، حتى لو نوع واحد او نوعين بالكتير. هغسلها كويس جدا جدا وبعدين هقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. وبرده ممكن ما اعتمدش على الفاكهه بس، ممكن لو عندي مكسرات، لو عندي فواكه مجففه، كل دي حاجات بتبقى طعمها حلو قوي في الطبقات بتاعتنا. الجيلي عندي مسك نفسه، هبتدي بقى اقطعه بالطريقه دي وافصله من البايركس كده. بس انا الجو عندي حر جدا، وطبعا عشان وقت التصوير فهو ساح مني شويه، لكن انتوا تطلعوه وقت ما هتضيفوه على طول. ابتدوا بقى حضروا الكاسات بتاعتكم. انا اخترت شكل الكوبايات ده علشان تبقى شبه الفخفخينه كده، او حاله الطبقات اللي هو عصير الطبقات اللي بنشتريه من بره. هتكون بقى الشعريه عندي بردت خالص، ابتدي اضيفها تحت، وزي ما انتم شايفين قوامها كده لسه فيه ليونه، يعني ما مسكش نفسه قوي ومش بيتقل عن كده. تقدروا تضيفوها تحت وبعدين عليها طبقه الجيلي او طبقه الفاكهه اختياري، وبعدين تفضلوا تعملوا بقى طبقات طبقات. ولو عندكم الوان تانية من الجيلي تقدروا تضيفوها، والمكسرات زي ما اتفقنا. وبعدها يدخل التلاجة يتماسك تاني لحد وقت التقديم. واحكولي عن جمال الطعم والميكس بجد اللي لا يقاوم. انا كده خلصت الفخفخينه بتاعتي النهارده خلاص، متاكده من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوها. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.